ابدأ. 3 2 1. اصحى فوق اضحك. كيفكم طيبين؟ ان شاء الله تبقوا رايقين. النهارده ان شاء الله هنعمل لكم حاجة جديدة في السلسلة بتاعتنا اللي هي اسمها نعملها في البيت ولا تطلبها دليفري. النهارده هنعمل تشوكلت كيك. في السلسله دي اللي مش عارف، السلسله دي بنعمل ايه؟ بنجيب حاجه من بره بنطلبها دليفري، وبنحاول نعمل هي الحاجه او حاجه قريبه منها في البيت، وبنقارن السعر والطعم والوقت اللي اخدته بس. فعشان نعمل التشوكلت كيك تعالوا نشوف عملنا ايه. المكونات اللي هنستخدمها: كوباية سكر، كوباية ونص دقيق، عليهم معلقة ونص بيكنج باودر ورشة ملح، 3 بيضات، 3 معالق كاكاو، كيس فانيليا، ربع كوباية لبن، ربع كوباية زبدة سايحة وعليها ربع كوباية زيت. هنستخدم الخلاط عشان هو أسهل. هنضيف أول حاجة ال3 بيضات وهنحط عليهم السكر، بعد كده هنسيبهم يتخلطوا كويس قوي مع بعض. اول ما يدخل جواهم هوا ولونهم يبدأ يفتح، وصلت للمرحلة دي بعد 3 دقايق تقريبا. هنبدأ نضيف بقى الميكس بتاع الزيت والزبدة مع بعض. اول ما الميكس الزبدة يختلط مع ميكس السكر والبيض، هنبدأ نضيف ربع كوباية اللبن الدافي اللي عندنا، وبعد كده كيس الفانيليا، بعد كده هنبدأ نضيف ميكس الدقيق والبيكنج باودر. انا ضفتهم على 3 مرات. دي اول مرة، دي التانية، ودي التالتة والاخيرة. وهنا كنت بحط الكاكاو. تفتكر كنا المفروض نحطها في انهي واحد؟ يعني ده هنا بعد ما حطينا الدقيق والكاكاو الخلاط مرضاش يميكس الحاجة، فاضطرينا ان احنا نستخدم سباتيولا ونميكس الحاجة مانيوال. من الواضح كده ان هي كده المفروض هنا. يلا مش مهم، المرة الجاية ربنا يستر. اول ما الميكس جاهز عندنا، جبنا قالب كيك وحطينا عليه زبدة وكاكاو وفضينا الميكس جواه وهندخله الفرن بقى. الفرن احنا كنا مسخنينه على درجة حرارة 180، وحطينا الكيكة في الرف في النص. لا ده هنا عادي، انا واحمد قاعدين قدام الفرن مستنيين الكيكة تستوي عشان احنا جعانين وبنتدفى برضو. ده شكل الكيكة بعد ما طلعت من الفرن. اخدت 50 دقيقة، وقبل ما نطلعها اختبرناها بسكينة ان هي استوت من النص. ورجعنا لكم مرة تانية، وهنجرب دلوقتي الكيكة اللي معمولة في البيت والكيكة اللي جايبينها جاهزة. بالظبط. اللي على اليمين هي اللي معمولة في البيت طبعا باين، واللي على الشمال هي اللي جايبينها جاهزة. طيب يلا بينا. بسم الله. نبدأ بتاعت البيت الأول. حلوة، والسكر فيها معقول مش كتير، وهي من جوه هشة كده. صح، بس من بره ناشفه شويه، مش شوية بس تاكل يعني بس عشان انا ما خدتش الجزء اللي من بره، هدوق معاكي كده الجزء الخارجي. من بره مقرمشة شوية بس حلوة، يعني لو جنب شاي بلبن مثلا ولا حاجة هتبقى عظمة. هتبقى لا حلوه لذيذه. خلينا بقى نجرب الجاهزة. اوكي. حاسه في التقطيع القوام نفسه مختلف، يعني دي هشه شويه والتانية والتانيه دي ماسكة نفسها. ماسكه المدارس كده شويه. دي حقيقة صح.
بس السكر هنا في الجاهزه ازيد من بتاعت البيت. بس تحفه الصراحه. الاثنين حلوين، بس طبعا ادام هنقارن يبقى انا عن نفسي اختار بتاعت البيت، عشان انا حاسس ان سكرها معقول مش اوفر، وكطعم احلى. هو الاثنين حلوين، بتاعت بره مختلف يعني، الطعم مش شبه بعض، دي حاجه ودي حاجه، دي قوامها عاديه بالظبط، شويه اللي هي من بالظبط. بره، اللي من البيت هشه شويه. بالنسبه بقى للسعر، امم دي اللي هي اللي من بره بالحجم الصغير الجاهزه ده دي مكلفه كام؟ 47 جنيه. تمام. واللي في البيت الحجم الكبير بتاعها تقريبا عامله 35 ل 40 حاجه كده يعني، في تمام. الرينج ده. وباين مش طبعا عارفين ان نحسب دي بالظبط عشان هي طبعاً. انت واخد مقادير من حاجات يعني، من دي واخد مقدار مش عارفه من اللبن، بس انا لما لا حسبتها بس كبريت باين ان 35 هنا اكبر من دي في الحجم. في الحجم تقريبا بالتالي الضعف بتاعها. ده اكتر منها. بالنسبه بقى للوقت اخدت معانا حطينا كل حاجه في الخلاط تقريبا من 10 دقائق، بس هي قعدت في الفرن 50 دقيقه، 50 يعني دقيقة. توتال يعني ساعة. تمام بالظبط. بس اختاروا انتوا برضه واكتبوا لنا تحت اختياراتكم في الكومنتات. وجربوا الوصفه وقولوا لنا طلعت معاكم عامله ازاي. متنسوش تتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت لو انتوا ما اتفرجتوش عليها، وعشان تشوفونا تاني اعملوا سبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديدة. حطوا لايك. باي. سلام.